يلا فيديو جديد. عارفين طبعا ان انا مش في اسكندرية من الفيديو اللي فات، فصورت لكم النهاردة كمان لقطة صغيرة لكن حلوة قوي. الفيديو حلو، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت هناك في البلد في يومين حر قوي، يعني كنت منشلة في اكتر يومين كانوا حر، كانوا حاجة صعبة يعني. فبستنى ساعة الغروب، هنا شايفين جمال الغروب عامل ازاي. بستنى ساعة الغروب لما الشمس تروح خالص علشان انزل، لكن غير كده ما تقدريش تطلعي بره من كتر درجة الحرارة كانت عالية ازاي. لا وكان حظي ان انا اروح فيهم يعني. فبنستنى ساعة الغروب، وبعد كده بننزل، متعودين ان بننزل في الارض بناكله قصب هناك، لكن حظي يعني جه. وكمان يعني في الرز، طبعا الرز الناس اللي عارفة ان الرز بيبقى فيه يعني مية كتيرة، فما ينفعش تنزلي في الارض. لكن بدأنا نمشي كده ونروحوا. كنت هنا على فكرة بصور لكم بصوت، لكن انتوا عارفين بيبقى حظوظ يعني كتير قوي في التصوير، ممكن الصوت يروح منك، حاجة تتمسح، التصوير فعلا بيبقى صعب. فبعد ما خلصت خالص اكتشفنا ان كنا عاملين كاتم للصوت، ما طلعش ولا صوت. كان الفيديو حلو ومعايا ناس ماشية قدامي، يعني كانت فيه لقطات جميلة، وكان فيه طالع بالصوت بالطبيعة، لكن للأسف ما كانش موجود، لقيت الصوت كان ملغي. قلت لا هنزله لكم. فانتوا شايفين هنا، بصي ماشيين كده في وسط الارض، فهنلاقي قصب يعني. حظي طلع فيه قصب بس كان لسه صغير كده. فلقطات صغيرة. هو كان الفيديو جميل قوي يعني، خسارة ان الصوت ما كانش موجود، كان كله كده بطبيعته. بص بنمشي يعني، بادئين نمشي كده وسط الارض. يعني متعودين بيبقى جميل، مرضتش افوت ان احنا نمشي هناك، مع ان زي ما قلت لكم زرعين رز بيبقى صعب قوي ان انت تنزلي الارض. لقينا هنا القصب، والولاد زي ما انتم شايفين فرحانين، بتبقى حاجة بسيطة بتفرح الولاد قوي. قعدوا هنا في المكان اكلوا القصب ومشينا على طول، لان في الوقت ده خلاص الغروب كان دخل علينا، وكمان كمية الناموس بيتلم على الرز يعني حاجة صعبة ما تقدرش تقعدي. الفيديو كان بسيط، يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامة.